يا صباح الخير والسعادة والهنا والفرح وكل حاجة حلوة على عيون أحلى وأجمل إخوات ومتابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما في خير. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى زي ما شفتوا في الفيديو كده هنعمل ايه؟ روتين عند الطيور. هقول لكم الروتين بتاعي وهتشوفوا الروتين بتاعي كل يوم الصبح وانا رايحة اول ما بصحى من النوم بعمل ايه. اول حاجة بطلع للطيور وبعد كده بنعمل الفطار وبنشوف يومنا طبيعي جدا. كل فيديو كده هنزل لكم مقطع من روتيني اليومي، وفي حاجات مفاجآت كتير جاية منتظراكم الفترة الجاية ان شاء الله هقولها لكم بس في الفيديوهات الجاية بإذن الله. عايزاكم بقى كده تشجعوني باللايك والاشتراك في القناة عشان قناتنا وعيلتنا تكبر بيكم وتبقى احلى عيلة في الدنيا، وكمان كومنتاتكم الجميلة اللي بتشجعني ويسألوني على اي حاجة انتوا عايزينها في التعليقات هرد على كل كومنت تكتبوه. حبيت بقى كده الصبح اوريكم الشروق عندنا، والساعة كانت دلوقتي الساعة 6 الصبح، كانت لسه الشمس طالعة كده. قمت طبعا من النوم اتوضيت وصليت. ساعات بصلي الفجر وساعات بتروح عليا نومه مش بعرف اصلي فبصحى بدري الساعة 6 كل لسه الشمس يعني ايه بدأت تطلع كده، فبقوم اصلي وبفوق كده وبعد كده بطلع للطيور الاول، وبعد كده بنزل بقى اشوف بيتي وولادي وحالي ومحتالي كل حاجة يعني بشوفها. فاول حاجة كده قمت خدت الاكل بتاعهم وطلعت. انا عندي البرميل ده بملاه كده على السطح فوق عشان ما اشيلش ميه كل يوم واطلع بيها فهتكون مجهود عليا. تمام. حطيت لهم الميه ولازم ننضف الميه بتاعه الطيور كويس علشان الدنيا حر، وطبعا اي حاجه واي اكل في الميه هيخلي ريحتها تبقى حمضانه كده والبط مش هيرضى يشرب منها. تمام. بحط للبط الكبير ده ايه اسفه، بحط له بقى شويه رز شعير كده على شويه عيش. طبعا عيش الفرن ده لا يتاكل ولا يتشرب، احنا بنخبز عيش بلدي في الفرن عندنا في فرن الغاز. ما عنديش فرن حامية بس ان شاء الله عايزه اعمل واحد، بس مشكلتي ان انا عندي حساسيه من الدخان وكده فمش عارفه هستحمله ولا لا بصراحه. فباخد العيش ده احطه للطيور لانه مش بيبقى معجن كده، مش بنحبه خالص. هو مش بحس ان هو مش نظيف. احيانا بناكله احيانا لا، لما بيكون التاني خلصانه بنبقى مجبورين ان احنا ناكل منه فبناكل منه. لكن انا بخبز الحمد لله رقاق وبخبز عيش وبخبز حاجات حلوه قوي. برضه هبقى اصور لكم الفيديوهات دي ان شاء الله. طلعت بقى البط بتاع اللهم بارك اللهم صل على النبي ما شاء الله كده. اذكروا الله في التعليقات الحلوين، ولو لسه مكملين معايا الفيديو لحد هنا متنسوش اللايك الجميل بتاعكم اللي هيرفع الفيديو بتاعنا ويوصله لاكبر عدد من المتابعين. طبعا السطح ده كل فتره كده او اسبوع بنكنسه لان بيكون عليه طبعا حاجات من بتاعه البط كده، فبنكنسه وبننضفه تحتهم دايما. اهم حاجه للطير عشان تكبر معاكي وتبقى حلوه كده وما يجيلهاش الامراض انك تنضفي تحتها اول باول. عندنا كده السطح ده بنربي عليه طيور. هو البيت ده بيت قديم يعني دور واحد، فعاملين عليه اوضتين كده بنربي عليهم البط بتاعنا الفراخ اي حاجه عندنا. طير بيكبر بنطلعه على السطح، لكن الطير الصغير بنربيه في اوضه تحت كده في البيت اللي تحت. بصوا بيعجبني قوي منظر البط كده وهو بياكل، بحب ان انا اقعد جنبه شويه كده اتفرج عليه. آه هو ما شاء الله شبعان يعني ايه شويه كده هتلاقوه هاجم على الاكل وبياكل لما بيكون جعان بياكل. اهم حاجه كمان لما تعملي الاكل الطيور ما تحطيش اكل الطيور في الشمس، يعني خلي الميه والاكل في الظل علشان ما تحمضش وتسخن والبط ما يرضاش ياكل منها. نزلت كده تحت في وسط الدار اللي تحت عاملين برضو كده كمعين للحمام، عندنا كام جوز حمام كده. بحط له برضو شويه رز شعير والميه بقى كده على طول بتبقى مفتوحه لهم تحت فبيشربوا منها. هنا بقى دي الاوضه اللي بربي فيها الطير الصغير. هوريكم دلوقتي انا عندي في بيتي ده بيت حمايه وحماتي الله يرحمها ما تنسوهاش بالرحمه، بتدعوا لها بالرحمه والمغفره. دي اوضه كده عندنا بنربي فيها الطير الصغير، وعندي مكان في بيتي انا يعني بير السلم كده حته صغيره هتشوفوها دلوقتي معايا وانا رايحه دلوقتي اجيب منها الطير الصغير بحضنه هناك، وبنضف الاوضه ديت وبحط بفرشها كده وبقوم حاطاه فيها لما يكون كبير شويه.
فرحت دلوقتي اجيب الفراخ اهوت، المكان اللي فيهم تحتهم مش نضيف بقى، انا كده بنقلهم اصلا عشان اكنس لهم، لان بيكون صعب عليا ان انا اكنس لهم في المكان ده، بيخنقني جدا لما بوطي فيه وبكنس، بحس بخنقه كبيره قوي. فجيت اخد الفراخ البيضه كده، لقيت الفراخ البلدي كان معاهم فراخ بلدي نقرينهم كده وايه، نقرين فرخه منهم كده، وبداوا ان هم ايه يعوروا، لان الفراخ البلدي بيكون لها منقار شرس شويه فما ينفعش في العمر ده، وما عمرهم اسبوعين. انا اصلا متعوده لما اجيب تربيه طيور صغيره بحب اجيب كذا حاجه مع بعض عشان يبقوا ايه، ناحيه واحده وتربيه واحده، مش كل شويه ايه اجيب شويه، في المكان كمان مش عندي واسع وكده، فبجيبهم على بعض وبحضنهم سوا، ولما بيكبروا بقى بعزلهم عن بعض. يعني البط شويه كمان كده وهشيلهم مع الفراخ البيض، عشان البط بيعوم كده تحته ميه شايفين ما شاء الله اللهم بارك، دول عمر اسبوعين. فاول ما بنجيب الطيور الصغيره كده بجيب لها تحصينه، فعشان ايه ربنا يحميهم كده ويحفظهم، غير الخلطات الطبيعيه اللي بعملها لهم. ولو عايزين انزلكم الخلطات الطبيعيه اللي بتكبر الفرخه والطيره وبترفع مناعتها، قولولي وانا اكتب لكم برضو، انزل لكم فيديوهات في الفتره الجايه ان شاء الله. قولوا لي عايزين نصور لكم فين بره، نعمل مثلا كانون ونطبخ فيه، اصور لكم في البيت جوه، اصور لكم بقى عنده الطيور على طول، اصور لكم في الجنينه واحنا بنجمع حاجات منها. قولوا كده عايزين ايه بالظبط وانا هعمله لكم ان شاء الله. انا جبت الفراخ البيضه والبط هنا، وسبت الفراخ البلدي هناك، بس هكنس لهم علشان ايه تحتهم مش نظيف، هنكنس لهم كده. اهم حاجه في الطير عشان تكبر معاكي وما تمرضش النظافه، وكمان الجير حلو قوي، الجير اللي هو المطفي ده، خلي دايما عندك شكاره كده ورش ايه يكنسي، ورش لهم جير حلو جدا، بيقتل اي ميكروب وبيعقم المكان. تمام يا حلوين شايفين اللهم بارك شكلهم تحفه. طبعا كانوا جعانين، ما كانش قدامهم اكل، هم كده بيفطروا الصبح. حطت لهم، هم الفراخ بتاكل هتجنب بقى في جنب بعد ما تخلص اكل وتروح تشرب، البط هيروح ياكل مكانهم. هم المفروض احط لهم كمان علافه، بس مش عندي غير دي، بس هجيب لهم واحده ان شاء الله، عشان دي مش هتكفيهم بعد فتره. فالبط دلوقتي عايز ياكل، بس مش عارف. الحمامه دي كانت بقى واقعه من على الرفف اللي فوق وعايزه تندبح. هخلص بقى الفطار بتاعنا الجميل ده وبعد كده هذبحها. عملت بيض مقلي، وعملت وجبنه قريش ومخلل ومربى حلاوه طحينيه، وجبت خضار كمان من الجنينه، فجل مفيش جرجير، هو فجل بس، وشويه بتنجان بحب اعمله كده بالدقه الشطه السبايسي دي، يبقى تحفه تحفه جدا. ده كان روتين بتاعنا الصبح، الكلام ده كله قبل الساعة 9 كنت مخلصاه. اللهم بارك ان شاء الله كده الفترة الجاية انزلكم فيديوهات احسن واحسن. لو كملت الفيديو معايا لحد هنا نسيت اللايك، ما تنسيش اللايك يا جميلة انت وهي، حطوا اللايك والاشتراك وشيروا الفيديو لاصحابكم.